ولكن اليوم باش تجيب لي قضية مزيفة تاع حكم ذاتي ما حكم ذاتي وخرافات تاع جحا وتاع ما نعرفوهاش. ما رايك في قضية الخرافات وجحا وما جحا؟ خطاب لرئيس جمهورية في قضية مهمة جدا، أولا تخص شعب، وقضية تخص علاقات بينك وبين الجار المغرب، وقضية عندها 50 سنة كانت فيها الجزائر يعني انفولد، يعني دخلت بكل قوتها، يعني لأنه تعتبرها أمن قومي. استعمال هذه المصطلحات هل هي مؤشر معين؟ عندما يتحدث رئيس الجمهورية يجب أن نتذكر القاعدة التالية. القاعدة في العلوم السياسية أن الحروب أخطر من أن تترك للجنرالات وحدهم. الدبلوماسية أخطر من أن تترك لعبد المجيد تبون ولارتجاله. هذا رجل كلما ارتجل دخلنا في حائط، هذا رجل كلما ارتجل تسبب في كارثة، هذا رجل ليس دبلوماسيا ليس سياسيا، ليس هنالك من أي مانع قانوني أن نقول له أنت لا علاقة لك بالدبلوماسية ولا يمكنك أن تقدم منتوجا دبلوماسيا جيدا. دع أصحاب الكفاءة يتولون الموضوع. اليوم الذي حدث هو التالي: الموضوعين الأساسيين للسياسة الخارجية في عهد الرئيس تبون اللي هما فلسطين والصحراء الغربية، مني فيهم النظام، مش الجزائر حشاها، مني فيهم النظام بخسائر فادحة جدا. اختفى الموضوعان اللذان تدور حولهم السياسة الخارجية. الآن أنت تدير سياسة خارجية بدون موضوع. السياسة الخارجية الآن ورقة بيضاء ما فيها والو. وش عندك تهدر في السياسة الخارجية؟ هذا الموضوعين اللي كنت تهدر فيهم خلاص انتهت علاقتك بهم. في مقابل ذلك خطاب تاع الملك محمد السادس الأمس وش قال؟ قال نقطتين. النقطة الأولى قال ما حدث لا نعتبره انتصارا، وهذه محاولة لعدم استثارة الطرف الثاني. النقطة الثانية قال ندعو أخي عبد المجيد تبون إلى الحوار. جميل جدا. ما هدف هذا الموضوع؟ هنالك هدفان لمثل هذا الخطاب: الهدف السياسي والهدف الإعلامي. الهدف السياسي هو إعطاء الانطباع بأننا جاهزون للانخراط في مرحلة مقبلة تختلف عما سبقها. الهدف الإعلامي هو تثبيت صورة البلد كبلد يمد يديه. وهذا يعني كلامك صحيح، لأنه وأنا أحضر الحلقة يعني رحت الجوجل فنشوف اهتمام وكالة الأنباء العالمية والصحف العالمية بكلام الملك المغربي. كان هناك صدى إيجابي وقدموا الكلام بتقديم إيجابي. نعم. يعني هذه نقطة. يعني علاش قدموه بتقديم إيجابي؟ لأنه مكتوب بحرفية وقام به دبلوماسي. حتى تعرف الصدى بالامس عمر هلال تاع الممثل المغرب في الامم المتحده قام بهذيك اللقطه اللي ما عجبت حتى واحد، غطى العلم الجزائري، لكن هذه اللقطه اختفت في سيل الاخبار الايجابيه التي ادى اليها الخطاب. هنالك من يكتب خطابا حرفيا ومهنيا، وهنالك من يرتجل في قضايا خطيره. يا جماعه مستقبل البلاد لا يجب ان يترك الارتجال. واحد لسانه سابقه قولوا له اهدى اسكت، انت خطر عمومي. لما نتحدثوا عن الاخطار التي تهدد مستقبل البلد، عندك الارهاب، عندك المخدرات، عندك عدم الاستقرار السياسي، وعندك هذا النظام. خلينا نكونوا واضحين. انا لا اعرف خصما للجزائر اشنع او اسوأ او اقسى او افظع او عديم الرحمه مثل النظام الحالي. على نبقاو حنايا شكون اللي وصلنا الخسائر؟ انا اللي كنت نحكم في الجزائر، انت اللي كنت تحكم. هذا النظام هو اللي وصلنا الخسائر. اذا ما تجيش الان تلقي علي المواعظ. انت اخر من يلقي المواعظ. انت رجل خسرت في الماتش اللي خيرته، في التوقيت اللي خيرته، في الرياضه اللي خيرتها، في البوست اللي حبيت تلعب فيه. انت جيت البلاد هذه هاز العصا دخلت الناس الحبس، قالوا لك علاش؟ قلت نشوفوا عندنا قضيه الصحراء الغربيه وفلسطين اللي يهضر معايا ندكوا في الحبس. اوكي تفضل العب مارادونا، ورينا شطارتك زيد. راحت القضيتين. ايه لا لما دخل الاستاد لما دخل الاستاد اكتشفنا انه مش قادر يحبس البالون. مش نقول لك ما يسجلش اهداف، عقيم على انه يحبس البالون. بالتالي انت الان ما تجيش تهضر لي في اي موضوع واحد اخر. انت الموضوع اللي قلت لي اختبرني فيه دخلت فيه في حيط، ما تجيش تهضر معايا. شوف خدمه واحده اخرى.